السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بوصفه بالمانجا. بما ان المانجا مليانه في السوق اليومين دولت واسعارها مش غاليه قوي، هاتي مانجايه واحده وتعالي نعمل الوصفه القمر دي. هتعمليها بطريقه سهله وسريعه، وكمان هتعمليها في دقايق، يعني مش محتاجه بقى تطفي كتير في المطبخ ولا تولعي الفرن. وتحليه جميله جدا جدا وترطب على القلب في جو الحر ده. ميكس كده رهيب ما بين الثلاث طبقات ده، في منتهى الجمال. كنافة بالمانجا بأسهل طريقة، بدون فرن، بدون كريم شانتيه، وفي أقل وقت قليل جدا هتكون عاملة التحلية الجميلة دي. سهلة وسريعة ومش هتاخد وقت معاكي خالص. شايفين يا بنات الثلاث طبقات أحلى من بعض، وسهلة وسريعة، وأي حد ممكن مبتدئ في المطبخ يعملها. شايفين الجمال؟ ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا على طول نشوف الطريقة ونسمي ونصلي على رسول الله. معايا هنا حوالي ربع كيلو من الكنافة، كانت عندي في الفريزر مطلعاها متلجة كده، وهنبدأ نفككها بالشكل ده. ممكن تفككيها تحطها في الكبة، وممكن كمان بإيدك كده. هي بتتفكك بكل سهولة، مبتاخدش وقت خالص. أول ما تمسكي القطعة كده بتتفرفط كده بإيدك، وما بتاخدش وقت خالص، بتتفكك على طول. اول ما افككها كده بالشكل ده، شايفين ما شاء الله. ممكن الكميه تزوديها او تقلليها على حسب الصينيه بتاعتك. فككناها، اروح بقى على البوتاجاز، نحط طاسه كده وفيها حوالي 4 معالق من السمنه، وعلى نار تكون وسط، ونحط الكنافه بتاعتنا كده ونبدا نحمرها. تمام. في الوقت ده يا بنات ممكن تكوني انتي مثلا مش عايزه تعمليها في البوتاجاز، ممكن تحطيها في صينيه تدخليها الفرن على نار برضو وسط، وتقلبيها من وقت للتاني عشان تديكي اللون الموحد الجميل. يعني ممكن في الطاسه، وممكن كمان في صينيه في الفرن، براحتك. ولكن احنا بناخد يعني الوصفة السهلة السريعة، اللي ما توقفكيش كتير في المطبخ ولا كمان تولعي فيها الفرن. في الاول كده هتلاقيها اتكتلت معاكي، ولحد ما تحمر وتاخد اللون الجميل هتلاقيها اتفككت كده لوحدها بالشكل ده. من وقت للتاني زي ما انت شايفة كده بنبدأ نقلبها، ولو فيها اي تكتلات ممكن تفككيها بايدك او ممكن تشيليها، مفيش مشكلة. اول ما تاخد معايا اللون الجميل اللي انت شايفاه ده، شايفين وفرفرة وحلو ازاي؟ ما خدتش دقايق وانا واقفه كده، حمرتها على طول. هنبدا نحطها في الصينيه كده نبردها، وبعد ما نبردها في الوقت ده برضو ممكن تحطي سكر، ولكن السكر هيخليها تحجر. انا هنا هنعمل شربات تقيل، ما عندكش شربات تقيل ممكن يكون عسل ابيض، عسل نحل عادي. هناخد حوالي ربع كوبايه كده زي ما انت شايفه. هنبردها الاول كده في الصينيه، ونبدا نضيف عليها الشربات التقيل اللي ممكن انت تعمليه عندك في البيت. وممكن هنا انا ضفت زي ما انت شفت كده حوالي ربع كوبايه من العسل الابيض، ونقلبها بالشكل ده. ومش ممكن كمان يعني تعمليها في صينيه، ممكن تعمليها في كبات، في كاسات، في بولات، زي ما انت عايزه تعمليها كده، كل واحد ياخد واحده كده. تبقى تمام قوي. ولكن انا هعملها كده المره دي في صينيه على بعضيها. هنقلب الشربات مع الكنافه بعد ما حمرناها، ونبدا نضغط عليها باي حاجه بالشكل ده كده، نفردها بالشكل ده. تمام. هنبدأ نفردها بالشكل ده كده كلها يكون متساوية. هندخلها بقى التلاجة شوية. تعالي بقى ايه نعمل الطبقة التانية. الطبقة التانية هنضيف 3 كوبايات من اللبن الحليب بما يعادل نص كيلو. تمام. وهنبدأ نضيف عليهم 3 معالق من النشا، يعني لكل كوباية لبن حليب معلقة من النشا. تمام. وبالنسبة للسكر ده حسب ما انت عايزة. انا هنا ضفت 5 معالق سكر، وكان نسبة السكر كانت كويسة جدا. يبقى حطينا 3 كوبايات من اللبن الحليب، 3 معالق من النشا، و5 معالق من السكر. تمام. ورشه بسيطه من الفانيليا، ممكن فانيليا بودر مفيش مشكله. هنزود هنا كمان قطعه من الشوكولاته يا بنات، ولكن الشوكولاته ده اختياري، ولكن هي بتبقى حلوه جدا جدا، بتدي طعم كده حلو للمهلبيه بتاعتنا. هنقلب كده لحد القوام معايا ما يربط، والنار برضو تكون وسط ما تكونش عالية، مع التقليب المستمر لحد ما الاقي قوام المهلبية معايا ربط. قطعة الشوكولاتة يا بنات بتضيفيها، ده اختياري، بتضيفها للمهلبية، ولكن بتوديها في حتة تانية خالص. تمام ما شاء الله. ونسبة السكر حلوة، يعني مش مسكرة قوي ولا دلع قوي. طعمها بجد فوق الممتاز. معايا المهلبية بتاعتي ربطت اهي. تمام. واول ما اعرف انها استوت تبقى بقبقت كده بالشكل ده من الجناب ومن الوسط. هنبدأ بقى نشيلها من على النار اول ما بقبقت كده، وحسيت ان النشا معايا او المهلبية معايا استوت. شايفين الجمال ده؟ القوام بقى المظبوط. خدي بالك الكوباية لبن على معلقة من النشا، ما تزوديش عشان ما تبقاش تقيلة قوي ولا تبقى خفيفة قوي. هنبدأ نضيفها على طول على الكنافة في الوقت ده عشان ما تكتلش معايا.
شايفين ما شاء الله حلوة جدا. هنهز بقى الصينية كده عشان يبقى كلها متماسكة مع بعضيها وندخلها التلاجة. تعالي بقى نعمل مع بعض الطبقة التالتة. معايا باكو من الجيلي، ده جيلي بطعم المانجا يا بنات، بما ان الوصفة بتاعتنا النهاردة بالمانجا، ده جيلي بطعم المانجا. هنضيف نص كوباية من المية السخنة ونقلبها كويس قوي لحد ما الاقي حبيبات الجيلي كلها دابت. نقلب كويس قوي كده. دي مية سخنة بتغلي، حطيت عليها باكو الجيلي نص كوباية عشان بس اتأكد ان الباكو الجيلي معايا داب كله مع بعض، مفيهوش اي حبيبات من الجيلي. هنبدأ بقى نضيف لها كوباية كمان من المية الباردة. لو حابة تضيفي كوبايتين، كوباية مية سخنة كوباية مية باردة تمام، ولكن انا ضفت كوباية ونص عشان عايزاها تمسك بسرعة. هاجي في الوقت ده احطها على جنب. وتعالي بقى نجيب منجاية كده، منجاية واحدة بس كبيرة. انا هنا مستخدمة مانجا نعوم يا بنات، بتبقى كلها لحم وحلوة ومسكرة، حلوة قوي جميلة جدا، بتبقى لها لحم وكبيرة كده ومسكرة. دي منجاية واحدة بس ولكن كبيرة. هنبدأ نضيفها كده على الصينية بتاعتنا ونوزعها بالشكل ده. وبعد كده صبي بقى اللي هي الجيلي اللي احنا كنا عاملينه، هنضيفه بالراحة كده، لان احنا كده مطلعين الصينية بتاعتنا من التلاجة باردة. يعني الطبقة بتاعت الكريمة اللي احنا عملناها او المهلبية اللي احنا عملناها بردت، مفيش مشكلة خالص لو حطيت الجيلي عليه. والجيلي مش سخن، يعني احنا حطينا نص كوباية سخنة بس وكوباية تانية برد. شايفين انا ضفت اهوت، بقول لكم انا ضفت اهوت الجيلي، كل حبيبات الجيلي معايا دابت. هنبدأ ندخلها التلاجة، وبعد مرور بالظبط ساعتين هنطلعها. تمام. هنضيفها بقى، احطها على شبكة التلاجة يعني ساعتين 3 لحد ما احس ان طبقة الجيلي اللي فوق اتمسكت. تعالي بقى نطلعها. انا طلعتها بالظبط بعد حوالي 3 ساعات كده. ما شاء الله اللهم بارك. طعمها يا بنات والله العظيم حلوة ما شاء الله، طعمها فوق الممتاز، والطبقات كده متناسقة مع بعضيها. اتمنى تجربوها. المانجا اليومين دولت في السوق وماليه السوق واسعارها مش غاليه قوي. حلوه. هاتي مانجايه واحده بس تعملي الوصفه دي. شايفه الجمال؟ مفيش بعد كده. حلوه قوي. 3 طبقات احلى من بعض، ميكس رهيب كده ما بين المانجا والجيلي والكنافه والكريمه، في منتهى الجمال. ممكن ما تعملهاش في صينيه زي ما عملتها، ممكن تعملها في كبات، في بولات، في كاسات، هيبقى شكلها اشيك واشيك. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. اتمنى تجربوا الوصفه دي، ولو اول مره بتشوفوا قناتي يا ريت تشرفوني وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وكومنت حلو منكم كده، بيفرق معايا كتير. شايفين ما شاء الله؟ لو انت كمان شايفه ان المحتوى بتاعي مفيد اعملي لايك ومتابعه وفعلي زر الجرس. شايفه الجمال؟ مفيش بعد كده. 3 طبقات ورهيبه، ميكس كده رهيب ما بين ال3 طبقات. اتمنى تجربوها. اشوفكم على خير فيديو جديد. السلام عليكم.